السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بطل كأس مصر المرة 39 في تاريخه. البطولة أو نهائي البطولة اللي اتلعب النهاردة في ملعب الأول بارك بالرياض لأول مرة في تاريخ البطولة. البطولة اللي نظمتها المملكة العربية السعودية برعاية من معالي المستشار تركي آل شيخ وزير الترفيه السعودي. المباراة النهاردة اللي كانت تعتبر من ضمن أسوأ مباريات الديربي ما بين الأهلي والزمالك. أسوأ في الناحية الفنية. ما كانش فيه كرة أو ما كانش فيه متعة كروية خالص. مباراة شهدت توتر وشد وجذب عشان طبعا الاهتمام الجماهيري اللي سبق الماتش، ورغبة كل فرقة من الفرقتين ان هي تاخد البطولة او تنتزع البطولة من الفرقة التانية. مارسيل كولر دخل المباراة بصراحة بتشكيل غريب الشكل. كان جواه يعني كتير من الغرور. يعني بداية خط الوسط اللي هو بيبقى طبعا يعني نقطة ارتكاز الفريق. ابتدى خط الوسط بتشكيل من كريم نيدفيد، عمرو السولية، إمام عاشور. طب انت عندك مروان عطية، عندك محمد مجدي قفشه برضو استعنت بيه طبعا في الجزء الاخير من المباراه. بس كريم ندفد يعني الكل عارف ان هو ما كانش اساسي في مباريات كتيره جدا من مباريات النادي الاهلي وخاصه بطوله افريقيا. ابتديت بيه الماتش، فطبعا انت بالتالي اديت لنادي الزمالك النهارده مساحه في خط النص ان هو يبني هجمات ويسيطر على خط النص. طبعا جوميز المدير الفني لنادي الزمالك حط خطه محكمه وخطه فيها كتير من الواقعيه. الزمالك طبعا بعد الصفقات الجديده وبعد الروح الجديده ومجلس الاداره الجديد اللي دخل روح جديدة في نادي الزمالك، كان بيلعب بأريحية كبيرة. مراقبة مفاتيح اللعب والضغط اللي ابتداه نادي الزمالك من أول المباراة على مفاتيح لعب النادي الأهلي بالظبط حيد لعيبة الأطراف بالكامل. راقب حسين الشحات يعني رقابة لصيقة عن طريق عمر جابر اللي أدى مباراة عالية جدا النهاردة. فاخطاء كولر مع توفيق جوميز مع روح نادي الزمالك ومع استهتار لعيبه الاهلي والتعامل مع المباراه بغرور في اول المباراه ادت ان احنا نشوف مباراه دون المستوى. مباراه دون المستوى النهارده فعلا ما خرجتش بلمحات فنيه عاليه. الا طبعا بعد التغييرات اللي اجراها مارسيل كولر في يعني في وقت متأخر جدا من المباراة. يعني النهارده اللي بيتفرج على الماتش يعرف ان كريم نيدفيد طبعا مع كامل احترامي ليه وهو طبعا يعني مفتاح في خط النص، بس ما كانتش دي مباراته. كل عارف ان مروان عطية كان لازم يبتدي المباراة، وبالفعل بعد ما مروان عطية ما نزل للملعب ابتدى امام عاشور ياخد مساحة من الحرية طبعا وسحبة بيرسي تاو، لان بيرسي تاو دون المستوى بصراحة، ما كانش في مستواه. كهربا طبعا ما فيش لوم عليه لانه هو ما كانش اساسي في المباريات اللي فاتت، ولكن مودست ده عشان يبتدي الاهلي بيه اساسي فهو كده بيسلم الماتش لنادي الزمالك. اللعب اللي لعبه النهارده مارسيل كولر في بداية المباراة كان هيضيع منه البطولة. بس بعد ما حصل تدارك للأخطاء دي كلها ابتدى مارسيل كولر يفكر صح، ونزول مجدي قفشة ونزول مروان عطية ابتدى ان هو يفكر في المباراة تفكير صحيح وإيجابي. كان من ثمرة التغييرات دي ان مجدي قفشه يصنع الاسيست الاول لامام عاشور اللي طبعا ما بخلش بجهد النهارده في المباراه، واستحق فعلا جايزه رجل المباراه نمره واحد، والجايزه طبعا اللي اخدها يعني مبروك عليه اكيد. من لعبه من محمد مجدي قفشه لامام عاشور خدها فيرست تايم على طول على شمال محمد عواد، احرز الهدف الاول. طبعا رجعوا تقنيه الفار عن طريق الحكم البرازيلي والمساعدين بتوعه واخدوا وقت لحد ما فعلا تم احتساب الهدف الصحيح.
لان كان فتوح مسابق في التغطية، وامام عاشور كان في موقف فعلا مش اوفسايد، واتحسب الهدف الاول. نتيجة ضغط طبعا إمام عاشور في الهدف الثاني وتعاون مروان عطية معاه، قدر إمام عاشور إن هو يمررها لقفشة، اللي لاحظ طبعا الزاوية مفتوحة بالنسبة له، الزاوية الشمال حطها من تحت رجل فتوح، ومن تحت وعلى شمال محمد عواد، عشان يعلن عن الهدف الثاني النادي الأهلي. وبالفعل يخطف الأهلي الفوز من نادي الزمالك رغم استحواذ نادي الزمالك، ورغم ان الزمالك كان هو اللي عمل هجمات اون تارجت على مرمى الاهلي. كان كل هجمات النادي الاهلي بصراحة يعني كلها في الاوت، او ما كانتش بتكمل، لسوء ادارة مارسيل كولر للمباراة. طبعا كولر اللي يغفر له تغييراته اللي اتعملت في وقت متأخر جدا من المباراة، نزول مودست طبعا مكان كهربا، نزول يعني اكرم توفيق عشان يقفل طبعا بعد الهدفين. طبعا هو كان بيغطي على مساوئه اثناء المباراه، بس مش كل مره تسلم الجره. الزمالك يحترم، الزمالك لعب بروح وفي حدود امكانيات اللعيبه الحاليه. طبعا عبد الله السعيد الشوط الثاني كان بالنسبه له افضل، نزول ناصر ماهر ابتدى يحرك الدنيا، اصابه زيزو طبعا النهارده كانت برضو نقطه تحول لفريق نادي الزمالك، ان المباراة تبتدي تروح منه. بس الاهلي تدارك اخطائه، مارسيل كولر رجع للكرة تاني، ما تعالاش عليها بعد ما كان متعالي شوط بالكامل. وكان لعيبة الاهلي كان النهاردة ممكن يفقدوا البطولة دي، بس خدوا درس ان لازم يبقى فيه طبعا روح اكبر من اللي حصلت دي، لان الاهلي قدم مستوى بالفعل مش جيد، مستوى متوسط، ما تعتبرش من اقوى مباريات النادي الاهلي. الزمالك نقول له هارد لك، وتتعوض في ماتشات جايه ان شاء الله. وبنقول للنادي الاهلي مبروك، مبروك لجماهيره طبعا نمره واحد، المؤازر رقم واحد، مبروك لمجلس ادارته، مبروك للمملكه العربيه السعوديه بتنظيمها الجيد جدا 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 للمباراه. جابت احسن حكام، عملت احسن اخراج تلفزيوني، استخدمت احدث تقنيات، مباراة باجواء كأس العالم من ناحية التنظيم، انما من الناحية الفنية للاسف صفر فنيا، حتى باراء المحللين الكبار اللي حللوا المباراة بعد نهايتها. بنقول للزمالك هارد لك، وبنقول للنادي الاهلي الف مبروك، وان شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم. وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.